السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. في رمضان ناس كتير بتقعد قدام التلفزيون تتفرج على المسلسلات. جوه المسلسلات والافلام دي في شويه اعلانات كتير قوي كده. من اهم الاعلانات دي اعلانات التسول والشحاته. حس بيا حس بيك ربنا. وكان من اهم الاعلانات اللي المفروض هنتكلم عليها النهارده هو اعلان معلش. الفنانه دلال عبد العزيز وهي تودي ست من الصعيد تقول لها تعالي وريني الميه اللي بتشربوا منها، وهي عندها شويه صعبانيات كتير كده ومتضايقه. ست ودتها عشان تشوف الميه، قالت لها انتوا بتشربوا الميه ديت معلش. هي الازازه دي اللي بتمليها؟ ايوه هي دي، ودي اللي هاخدها معايا. ودي اللي بنملاها وبنركن منهم ونشرب منهم ونغسل منهم. بس هي دي. يلا الله يكون في عونك يا حبيبتي، معلش. كتيرة جدا طلبت ان هم يوقفوا الاعلان عشان الاهانه اللي طلع بيها الست المصريه الصعيديه. بس هم وقفوه على فكره. وقفوه؟ للاسف بقى الحكومه بتاعتنا وقفت الاعلان ليه؟ مش عشان خاطر السبب اللي الناس قالت عليه عشان بيطلع الست المصريه الصعيديه بشكل مهين، ولكن وقفته عشان خاطر بيبين ان الحكومه بتاعتنا حكومه مش لطيفه ومش جميله وبتشرب الناس ميه مش كويسه. نفس الكامبين باعلان تاني، هو الفنان عمرو سعد رايح بست تانية تبقى قاعده هنا اللي هي ماما، طب بتاكلي ايه؟ طب بتشربي ايه؟ طب بتعملي ايه؟ نفس الفكره، اللعب على مشاعر الناس. عايز افهم بس حاجه، ليه لازم نطلع الناس الفقراء بالشكل المهين ده؟ ليه؟ ليه ما اخدش مثلا البيت باعمل مثلا نريشن كده، تعليق صوتي على شكل البيت بشكل لطيف جدا، ابين المأساة اللي الناس عايشه فيها، مش لازم ابين الناس نفسها، ده ممكن يكون فيه ذل واهانه للناس. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الاعلانات التانية اللي برضو لفتت نظري الصراحه السنه دي اعلانات رساله. جابوا فنانين وهم بيتعودين بالشكل ده وتعملوا بيه كل سنه. اول الاعلان بفونت عريض كده، نشكر الفنان فلان الفلاني على دعمه في الاعلان، وفي نفس الاعلان بشكل مستفز جدا يجيب لك صوره ولاد كتير يقول لك يا جماعه اتبرعوا بهدومكم الزياده عشان الناس دي، وشويه ايادي بقى طالعه. ليه برضو مصممين يا جماعه ان احنا نبين الناس بشكل مهين وبشكل فيه اذلال وفيه ذل؟ مش هتكلم طبعا على الملايين اللي بتدفع كتير قوي للقنوات، انا شخصيا مش مقتنع بكميه الملايين اللي انت بتدفعها للقناه. ما انت ما شكرتش القناه، خلي بالك في الاخر على لدعمها لهذا الاعلان، عشان كل القنوات بتاخد فلوس. ولكن هتكلم لو انت عايز تعمل اعلان وعايز تلم تبرعات، تعمل اعلان بشكل لطيف، ما في اي ذل واهانه لمشاعر الفقراء. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، تابعونا ان شاء الله في فيديوهات جديده. السلام عليكم.